من سيول لا من القاهرة جاء الإعلان. موقع ذا كوريا تايمز كشف عن افتتاح مجمع دفاعي مصري في حي سونغ بوك بالعاصمة الكورية الجنوبية. افتتاح حضره مسؤولون عسكريون دبلوماسيون وشركات دفاع كورية جنوبية في خطوة تعكس توجها مصريا لتعزيز الوجود داخل واحدة من أسرع الصناعات الدفاعية نموا في العالم. التعاون المصري الكوري الجنوبي لم يبدأ من هنا، ففي عام 2022 وقعت مصر اتفاقا مع شركة هانوا ايروسبيس لإدخال مدافع كي 9 ثاندر ذاتية الحركة إلى الخدمة مع إنتاج محلي للنسخة المصرية. الصفقة شملت كذلك عربات الإمداد بالذخيرة كي 10 ومركبات القيادة والسيطرة كي 11، لكن مدفع كي 9 عيار 155 ملم يعد من أبرز صادرات كوريا الدفاعية. قيمته لمصر لا تكمن فقط في المدى الناري أو الحركة السريعة، بل في تصنيع ونقل التكنولوجيا. فالقاهرة استهدفت وفق تقارير رفع نسبة المكون المحلي في المشروع، بما يعزز قاعدة الإنتاج العسكري المصرية ويمنحها خبرة في أنظمة التحكم الناري والإلكترونيات المرتبطة بالمدفعية الحديثة. صعود السلاح الكوري الجنوبي ليس محصورا في الشرق الأوسط. أوروبا نفسها تحولت إلى سوق كبير، من بولندا إلى رومانيا والنرويج، وبالأخص لمنظومات كي 9 ورجمات تشونمو. نقطة الجذب الكورية واضحة هنا: تسليم أسرع بالمقارنة مع المنافسين، أسعار تنافسية، واستعداد أكبر لترتيبات إنتاج محلي وصيانة وتدريب. اللافت في خبر الموقع الكوري الجنوبي هنا أيضا أن السفير المغربي كان في سيول، أيضا كان من بين الحاضرين. تفصيلة لا تعني صفقة مغربية مصرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، ولكنها قد تضع رباط داخل المشهد الأوسع لاهتمام دول شمال أفريقيا بالصناعات الكورية الجنوبية. فتقارير تحدثت سابقا عن تقييم مغربي محتمل لدبابة كي 2 بلاك بانثر، وهي دبابة قتال رئيسة متقدمة. إذا للنقاش والتعليق حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من القاهرة. نرحب بالسيد العميد خالد عكاشة، رئيس مجموعة الأمن الإقليمي وتحليل المخاطر. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. في البداية هنا، اللافت في هذا التطور الأخير هو أن المجمع الدفاعي الذي نتحدث عنه يعني ليس مجمعا دفاعيا كوريا جنوبيا في القاهرة مثلا، بل هو بالعكس مجمع دفاعي مصري في العاصمة الكورية الجنوبية. فما الذي قد يعنيه ذلك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المتابعين أهلا جميعا. وسهلا. ربما كما جاء في المقدمة المميزة التي قدمتها حضرتك، وهو شكرا جزيلا. سعي القاهرة إلى التعاون مع شريك تصنيعي في مجال الأسلحة له مجموعة من الميزات النوعية التي ربما ليست متوفرة لدى موردي الأسلحة الآخرين الكبار، وهنا نتحدث عن كل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وربما الصين التي تدخل هي الأخرى بقوة. لكن كوريا الجنوبية تتميز بما تم ذكره الآن، وهو أنها منفتحة على حجم إنتاج سريع تنافسي من حيث التقنية ومن حيث السعر. كلا النقطتان هي نقطتان جوهريتان في توريد المعدات التسليحية المختلفة. سول أثبتت أنها جديرة وأنها قادرة على الوصول بهاتان النقطتان، كل من السعر المنافس وأيضا التقنية التكنولوجية العالية والمتقدمة، ما جعل القاهرة تشعر بحجم من الثقة لهذه الشراكة وتدعوها بالفعل إلى تأسيس مركزا دفاعيا في داخل كوريا الجنوبية، هو عنوان لشراكة واسعة وشراكة متعددة المسارات. ربما ذكر مدافع كي 9 ذاتية الحركة نعم. وسريعة الطلقات، وأيضا ربما الحديث عن مدايات أخرى لقاذفات صواريخ ولمنظومات دفاع جوي. هذه أمور أعتقد أن القاهرة حريصة كل الحرص على أن يكون لها شريك متطور ومرن وقادر بالفعل في واضح. ظل تحديات موجودة في الإقليم على أن يوفي بمتطلباتها من ناحية التسليح، حتى يمكن أن تتعامل بصورة كفءة نعم. وجاهزة
طيب، في متطلبات معادلة الأمن الإقليمي. ما تعليقك على من يقول أنه صحيح أن في هذا التنويع في مصادر التسليح والتعاون العسكري والاستراتيجي هنا التعاون المصري طبعا، ولكن تبقى مصر ربما في فلك الأصدقاء الغربيين أو الحلفاء الغربيين الذين هم يعتبرون أيضا في فلك الولايات المتحدة. فما تعليقك على ذلك، على من يقول أن الأمر لا يختلف عن شراكة مع الولايات المتحدة؟ يعني أعتقد جميع مراقبي الإنتاج التسليحي ومنظومات ومجمعات التصنيع العسكري على المستوى الدولي يدرك تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة وهي تعاني من عملية إنتاج قاصر على أن يلبي متطلبات الجيش الأمريكي، بل وأيضا متطلبات دعم الحلفاء في الخارج. بالفعل كوريا الجنوبية هي تدور في فلك المعسكر الغربي من حيث تقنيات التسليح، وهذا يريح بالتأكيد الجانب المصري الذي له شراكات عديدة في داخل المعسكر الغربي في الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. هؤلاء شركاء لمصر وللقاهرة في عديد من منظومات التسليح الجوي والبحري، بل وأيضا في منظومات الدفاع الجوي وبعض من التقنيات التكنولوجية المتعلقة بالتسليح. لذلك بالفعل وبالتأكيد والإجابة نعم، أن القاهرة ترتاح إلى أن كوريا الجنوبية هي الأخرى منظوماتها تتوافق مع هذه المدرسة وهذا المعسكر. لكن أيضا يجب الإشارة إلى أن كوريا استطاعت أيضا أن تضع بصمتها داخل هذا المعسكر، مما فتح مساحات الثقة بشكل أكبر، كما أشرت حضرتك حول عديد من الدول الأوروبية التي بدأت تلجأ إلى هذا المنتج الجديد الواعد من السلاح التركي. طيب. السلاح الكوري. نعم، تجرى الإشارة هنا أيضا إلى هذا الحضور اللافت أيضا للسفير المغربي في العاصمة الكورية الجنوبية في هذا الملتقى الدفاعي، يعني كان حاضرا جنبا إلى جنب مع المسؤولين المصريين أيضا في هذا الملتقى. فهل يمكن أن يدل الأمر عن تنسيق عسكري مصري مغربي ربما مع كوريا الجنوبية بأي شكل من الأشكال يعني أعتقد التنسيق العربي موجود، والتنسيق العربي ما بين القاهرة والرباط هو من الأمور المعلنة والمعلومة بأن هناك تنسيقات عديدة على مستوى عالي. ربما المجال العسكري أحد هذه المجالات التي تسعى كل من القاهرة والرباط أن يكون هناك ما يشبه شراكة ما مع منتج كبير مثل كوريا الجنوبية، وهذا أمر مفهوم، وأعتقد أنه يعزز القدرة لدى كلا الطرفين كل من القاهرة والرباط. أيضا كوريا كما أشرنا هي تحاول أن تدخل على الأسواق التي شعرت بقصور في عمليات التوريد بالنسبة للتسليح وللذخائر. وأيضا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة للغاية، وهي سعي كل من القاهرة والرباط إلى توطين الصناعة العسكرية في الداخل، وهذه ميزة توفرها كوريا الجنوبية وتسمح بها بشكل كبير، ربما أكثر مرونة من الولايات المتحدة أو من غيرها من دول المعسكر الغربي في داخل أوروبا. هذه نقطة أعتقد أنها تهم كلا العاصمتين القاهرة والرباط، بأن يكون هذا المورد الكبير والمصنع الكبير لديه الرغبة والمرونة في أن يكون على أراضي كل من مصر والمغرب من مجمعات صناعية، مكون محلي بنسب كبيرة يتمكن من توطين الصناعة بنسبة ترضيه كدولة مشترية وكدولة ستدخل في شراكة استراتيجية ممتدة على المستوى الزمني. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وعلى المشاركة معنا في هذا النقاش من القاهرة. السيد العميد خالد عكاشة، رئيس مجموعة